لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الاستعداد لرمضان. طب ليه دلوقتي؟ أنا طبعا بعتذر، أنا عارف إن إحنا متأخرين يعني، فاعذرونا. المفروض كنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان مثلا 4 شهور فاتوا كده، مش كده؟ ما هو السلف كانوا بيستعدوا من امتى؟ 6 شهور، مش كده؟ 6 شهور يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فإذا انقضى رمضان دعوا الله سائر العام أن يتقبل منهم رمضان. فاحنا عشان نتكلم عن الاستعداد لرمضان، عاوزين نتكلم قبلها ب6 شهور كده، نفكر الناس ان في رمضان بعد 6 شهور. طبعا معنى الاستعداد لرمضان من قبل رمضان هو معنى شرعي ومعنى عقلي. معنى شرعي يعني ايه؟ يعني جاء في الشرع نصوص تدل على ان رمضان كان في اذهان السلف من قبل رمضان، يستعدون لرمضان من قبل رمضان. منها الاثر اللي ذكرناه ده، انه 6 شهور قبل رمضان بيدعوا ربنا اللهم بلغنا رمضان، ففي دماغهم رمضان من قبل رمضان ب6 شهور، وبعد رمضان شاغلهم سائر العام بقى ان يا رب تقبل منا رمضان، فهم في شغل برمضان قبل رمضان وبعد رمضان. ليه؟ علشان يا جماعة رمضان موسم. يعني ايه موسم؟ الأول رمضان موسم لإيه؟ للمغفرة وللعتق، مش كده؟ طيب إيه يعني موسم؟ هديكم مثال عشان نفهم. أو الأول خلينا نخلص النصوص الشرعية. احنا قلنا الاستعداد لرمضان من قبل رمضان معنى شرعي ومعنى عقلي. فمن النصوص الواردة في ذلك الأثر اللي ذكرناه. كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب كان يقول إيه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدخول رجب هو منتبه لمعنى ان رمضان بعد ايه؟ بعد شهرين. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقول بعض السلف ان شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. فكل الآثار دي بتفهمنا معنى واحد، معنى ان احنا المفروض ننتبه لرمضان، نستعد لرمضان من قبل رمضان. لازم. ليه لازم بقى؟ ده المعنى العقلي. رمضان موسم. عشان نستعد للموسم تعالوا ناخد مثال دنيوي عشان نفهم يعني ايه كلمة موسم يا جماعة. عشان كلمة موسم دي احنا ما بنبقاش منتبهين لها قوي. ألا إن في أيام دهركم لا نفحات ألا فتعرضوا لها. موسم الشياطين بتصفد، وينادي منادي من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. والمعونات الإلهية والنفحات الربانية كل ده يجعله موسما. تعالوا كده ناخد مثال واحد. تجار الهدوم. في حد تاجر ملابس هنا؟ في؟ طيب أي تاجر ليه موسم، فخلونا ناخد المثال ده، مثال الهدوم. تاجر الملابس عنده موسم، عنده عيد الفطر وعيد الأضحى موسم. ليه؟ يعني ايه موسم؟ يعني في الوقت ده لو مثلا هو بيكسب طول السنة رقم، هو ممكن يكسب نفس الرقم ده وأزيد كمان، بس في الشوية الكام يوم بتوع اللي قبل عيد الفطر أو اللي قبل عيد الأضحى دول ممكن يعمل نفس الرقم اللي بيعمله طول السنة. ليه؟ موسم. طيب تاجر الهدوم ده أو تاجر الملابس بيجي يقولوا له كل سنة طيب لعيد الفطر خلاص ناقص له يومين، يقول لك طب الحق بقى استعد عشان كده؟ ولا التاجر ده طالما في موسم بيبتدي يستعد للموسم قبليها بمدة كبيرة؟ هيروح بقى يتفق على القماش منين وهيخيط فين، والتجار الجملة اللي هيشتروا منه، وبرضه تجار القطاع يربط معاهم، يقعد يتفق على كل الاتفاقات دي قبل الموسم بشهور. ليه؟ علشان لو ما عملش كده هيفوتوا يبقى الموسم محتاج لإعداد قبل الموسم.
مش هوب ندخل على الموسم. وده اللي هينور بقى في اذهاننا، اللي هو ايه، ما استفدتش برمضان، انا كنت عامل خطط وما لحقتش اعمل مش عارف ايه، اللي هو يا جماعه القصه اللي بتتكرر كل سنه دي، اللي هو ايه، تعالوا كده نبتدي القصه. يوم 1 شوال السنه اللي فاتت، يوم 1 شوال، طبعا بكلم مين دلوقتي؟ بكلم الناس المتدينه اللي هي بتاعت ربنا. فيوم 1 شوال السنه اللي فاتت ايه اللي بيحصل؟ يا قصرنا وما عرفناش نعمل في رمضان اللي كنا عاوزين نعمله، وفاتنا رمضان مش كده؟ بيحصل تقصير في رمضان. وانا لا، انا ان شاء الله السنه الجايه بقى هبتدي، هيبقى رمضان غير. وبالكاد نصوم الستة بتوع شوال، بالكاد يعني. في ناس حتى يفوتوا يصوموا 4 أو 5 ويفوتوا اليوم السادس. وتمر الايام ويبتدي ايه، فصل تاني من فصول القصه، انه انتصف العام. انتصف العام ما بين الرمضانين، انتصف 6 شهور فاتوا على رمضان. وانا بقى بسالكم يا متدينين، مين فينا انا وانتوا اللي فاكر رمضان في الوقت ده؟ الواحد بعد الواحد يعني ايه، نسبه ممكن نهملها مش كده؟ مع ان السلف في الوقت ده كان دعائهم اللهم بلغنا رمضان. عجيب، احنا ما حدش فاكر رمضان اصلا. وتمر الايام عشان يبتدي فصل ثالث من فصول القصه. كل سنه طيب، النهارده 1 شعبان، تبتدي ايه ده شعبان بسرعه كده، ده كأن رمضان كان امبارح. ويبتدي يعاهد نفسه برضه بالايه، بتلك العهود، ده رمضان ده هيبقى غير وكذا وكذا وكذا. فصول قصه بتتكرر كل سنه. ويدخل رمضان، يوم 1 رمضان، فاكرين يوم 1 رمضان ده اللي هو ايه، العباده زي الفل وقراءه القران دايسين مزين على الاخر مش كده؟ 1 2 3 4 رمضان تلاقي الايه، الدنيا وقعت. يا فلان فين القرآن؟ فين اللي انت كنت بتجيب 10 أجزاء في أول يوم؟ وطبعا أنا إيه لما بقول أرقام بقى فاعذروني، لأن ممكن واحد يبقى إيه بالنسبة له الرقم ده وهم، يعني إيه حد يجيب 10 وفي واحد تاني بالنسبة له امشي العب بعيد يا حبيبي، إيه 10 أجزاء اللي بتتكلموا فيها دي؟ ده 10 أجزاء في الأيام العادية، أما ندخل رمضان المفروض في ناس كده يعني. الإمام الشافعي كان ليه كام ختمة في رمضان؟ 60 ختمة. وبعضهم قال في غير الصلاة، يعني كل يوم وليلة ختمتين الإمام الشافعي في رمضان في غير الصلاة، على يعني قول بعضهم. فاعذروني بقى في الأرقام، يعني المهم رقم كبير، أنت جبت رقم كبير في أول يوم في رمضان، وتبتدي زيه يمكن ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم تلاقي الدنيا إيه هبدت منك. طب ليه؟ لأنك ما استعدتش لذلك الموسم. فأنت لازم تكون مستعد من قبليها. طيب استعد بايه؟ زي كده لعيبه الكوره. لعيب الكوره يا جماعه لازم له كام حاجه عشان يعرف يلعب كويس؟ حاجتين، مهاره ولياقه، صح؟ مهاره يعني ايه؟ يعني بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يوقفها، بيعرف يباصيها، بيعرف يجيب جون. مهارات، شويه مهارات عند لعيب الكوره. طيب هات لعيب كوره كده عنده المهارات بس ما عندوش لياقه، الماتش ساعه ونص وممكن يمتد كمان ربعين وبعدين ضربات جزاء. هو عنده المهاره، يعني كان لعيب رقم 1 مثلا من 10 15 سنه كده، بس خلاص قعد بقى وكرش هينزل 3 دقايق وفين فلان عند العارضه مريح. ليه؟ عنده المهاره اهو، عنده المهاره بس ما عندوش ايه؟ ما عندوش لياقه. اهو احنا كده في رمضان بالظبط بالظبط. احنا محتاجين عشان يا جماعه نخلص رمضان بعد توفيق الله عز وجل. يعني خلينا عمالين نقول الاسباب اللي تساعدنا وتخلينا رمضان ده يبقى رمضان مختلف، مش زي رمضانات اللي فاتت اللي ما بنعرفش نحصل فيها الخير اللي احنا عاوزين نحصله. مش هقول لك اللي بيتقال لك تحصله، يعني في منا اللي داخل رمضان والله عاوز اعمل كذا وكذا وكذا، يدخل مش قادر يعمل ده او مش عارف يعمل ده. احنا هنتكلم على التفاصيل دي بعد شويه ان شاء الله. ليه؟ اول سبب انك يا اما فاقد المهاره يا اما فاقد اللياقه. يعني ايه؟ مثلا قراءه القران، في واحد فاقد مهاره قراءه القران، يعني ايه؟ ما بيعرفش يقرا في المصحف، ما بيعرفش. لا اتعلم احكام. عرفتوا ليه يا جماعه احنا بنقول لازم نتكلم عن الاستعداد لرمضان قبله بكتير؟
مش متعلم احكام القراءه التلاوه. طيب فده محتاج يتعلم على الاقل المبادئ، يعني مبادئ القراءه. حتى لو دخل عليه رمضان وهو لسه بيتعلم فبيتتعتع في القرآن وهو عليه شاق، كتب له الأجران إن شاء الله. إنما واحد سايب نفسه كده ما يتعلمش أحكام القراءة، أحكام التجويد حكمها إيه؟ تجويدون إيه بيقول إيه؟ تجويدون القرآن وفرض لازم كده ولا إيه قال إيه؟ ولا أخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، مش كده؟ فإحنا محتاجين نتعلم، فدي مهارة عندك بقى ولا مش عندك؟ مش عندك روح اتعلمها. واحد ما عندوش، مش عارف يعني ايه صوم، وده هنتكلم عليه بعد شويه، فهو ما عندوش المعلومه دي، ما عندوش المهاره دي. تقول لي كلنا بنعرف نصوم، لا انا قلت لك ايه هي مفسدات الصوم ممكن ما تبقاش عارفها مثلا. فانت فاقد لهذا العلم، فاقد للمهاره، وده هنتكلم عنه بعد شويه ان شاء الله. فانت عندك في مهارات مش عندك. طيب واحد عنده المهارات لكن ما عندوش لياقه، يعني ما عندوش لياقه، يعني هنقول له تعالى اقعد كده امسك المصحف 3 ساعات، والراجل ده يا عم خاتم المصحف بس بقاله كتير سايب المصحف ما بيقراش. فهو عنده صحيح المهاره لكن ما عندوش لياقه، ما يعرفش يقعد 3 ساعات يقرا في المصحف، ما يعرفش يعمل دي، فهو فاقد للياقه. خلي بالكوا بقى، ممكن واحد يبقى عنده لياقه لكن في الاجواء الاوروبيه والمطر نازل ومش صح كده، تعالى هاتوا بقى في دوري الخليج كده، دوري في الخليج، يشحر منك في اول 10 دقائق، مع ان هو عنده لياقه بس لياقه مش متعود على الايه، الاجواء دي. فممكن واحد يكون بيعرف يقرا في المصحف ومتعود على قراءه المصحف لكن ما بيعرفش يقرا وهو صايم، ما تعودش على ده، فهو بيصوم خلاص نايم النهار كله، يقول والله قبل رمضان كنت افتح المصحف اقعد اقرا، في رمضان مش عارف اليوم بيخلص، وطبعا بالليل بقى الصلاه وبتاع، مش عارف اجيب ختمه واحده في رمضان، مع اني كنت بقرا قبل رمضان. نقول لك انت عندك اللياقه بس مش في الاجواء دي، مش في، ما تعودتش تقرا وانت صايم، ما تعودتش تبذل وانت صايم، فلما دخل عليك الصوم اللي انت مش متعود عليه اصلا، كانك بالظبط جبت واحد من الدوري الاوروبي لدوله خليجيه درجه حراره 50، يتعب، ما يعرفش يشتغل في الاجواء دي. فاحنا محتاجين المعنيين دول، معنى اللياقه ومعنى المهاره، محتاجين نحصل ده. وقبل ده وده بقى، ولن يكون لا ده ولا ده الا بتوفيق الله عز وجل، وده هنجيله ان شاء الله في يعني كلام خاص بيه. فالاستعداد لرمضان لابد ان يكون الحديث عنه قبل رمضان وبمده. انا فعلا ما كنتش بهزر لما قلت احنا متاخرين، واحنا متعودين قبل رمضان كل سنه بنتكلم يعني تقريبا قبل ب3 شهور تقريبا، ماشي، يعني السنه دي احنا متاخرين يمكن شهر تقريبا يعني. فان شاء الله نحاول ايه نحصل بقى ما يمكن تحصيله. ازاي بقى نستفيد من رمضان، ازاي نستعد لرمضان؟ بصوا يا جماعه، احنا عشان نستعد لرمضان لابد من امور. الدرس ده درس عملي شويه، يعني ايه؟ يعني لما معاه ورقه وقلم يطلع يكتب، وبالمره بقى يعني لازم يتكتب، هو لازم يعني، لان انا النهارده ما هواش درس وعظ، يعني مش هقول كلام يؤثر فيه خالص، انا هقول لك لازم يا ابني تعمل 1 2 3. فانت خرجت من هنا عملت ما عملتش انت حر. فدي حاجه. تاني حاجه، انا هذكر في الدرس اسماء حاجات كتير، يعني يا اما سلاسل تتسمع، يا اما دروس تتسمع، يا اما كذا يا اما كذا. انا عارف ان في بعض اخواننا وبعض اخواتنا برضه نساء انا ما اعرفهمش بيعملوا دورات على هذه الامور، يعني يجي رمضان داخل يقول لك ايه هنعمل دوره مثلا دروس كذا، فممكن يجمعوا اللي انا هقوله ده كله هنا ويعملوا دوره تنزل في الشهر ونص اللي باقيين دول ان شاء الله، نخلصهم قبل رمضان اللي جاي باذن الله. ثالث حاجه، في درس مشهور على النت دلوقتي اسمه 90 يوم قبل رمضان، ولا اعرف عنه يعني، ما حدش يسمعه. الدرس ده اسمعوه بعد رمضان ان شاء الله، ما اعرفش مين سماه الاسم ده، هو ده عوامل الثبات بعد رمضان. واحد خده ونزله على قناه تانية وسماه 90 يوم قبل رمضان، وبيعمل له شير دلوقتي، فهو اللي هيسمعه مش هيستفيد حاجه خالص. ماشي، اسمعوه بعد رمضان بقى ان شاء الله الدرس ده. طيب ازاي نستعد لرمضان؟ 3 حاجات، خلونا بقى نعمل ايه زي تشجير كده. تشجير،
يعني الاستعداد لرمضان ينزل منه 3 أسهم، ماشي؟ السهم اليمين توبة وافتقار، أو افتقار وتوبة، دي قبل دي أو دي قبل دي، هنتكلم عنها دلوقتي. ده السهم اليمين. السهم اللي في النص افعل، السهم الشمال اترك. يبقى هستعد لرمضان ازاي؟ 3 حاجات لازم يتعملوا: افتقار وتوبة، افعل، اترك. خلاص؟ افتقار وتوبة. يعني ايه افتقار وتوبة؟ يعني يا جماعة ما ينفعش رمضان يدخل علينا واحنا مش تايبين. يعني ليه ما ينفعش رمضان يدخل علينا واحنا مش تايبين؟ ليه؟ احنا بنتكلم من التوبة طبعا، دي وظيفة العمر، انما لا، يعني احنا جايين النهارده نتكلم كلام في رمضان. ليه ما ينفعش؟ لأنك بالذنب بتحرم الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وسيدنا أنس في أثر عن أنس خاص عن ده كمان، أن الرجل يحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبة يكذبها. قيام وصيام دول وظائف إيه؟ وظائف رمضان. انت رمضان بيدخل اهم وظيفتين: الصيام بالنهار والقيام بالليل، دول اهم وظيفتين. او سيدنا انس بقى بيقول لك ايه؟ ان العبد لا يحرم قيام الليل وصيام النهار بالكذبه يكذبها. فانت بين يدي رمضان انت محتاج لتوبه. ليه محتاج لتوبه؟ عشان ما نكررش نفس السيناريو اللي هو ايه؟ يدخل رمضان المصحف ما يتفتحش غير 2 3 في الاول و2 3 في الاخر، وهاجر المصحف بين ذلك. ولو فتحته يبقى شيء قليل جدا. ويا جماعه احنا ده بنحس بيه، يقول لك ايه؟ المصحف قدامي اهو مش قادر افتحه. ما هو ده معنى الحرمان، سواء في رمضان او في غير رمضان. يعني في منا اللي ممكن يمر عليه ايام وليالي وشهور ما فتحش المصحف. طيب ليه؟ يعني مشغول؟ يقول لك والله ما مشغول. طب يعني مش عاوز؟ يقول لك والله عاوز. في اكتر من كده؟ والمصحف قدامه او تطبيق في الموبايل وما بيفتحش المصحف. بيحصل يا جماعه ولا ما بيحصلش؟ لو ما كانش ده هو الحرمان فايه الحرمان؟ ولو لم نلحظ في ذلك معنى الحرمان، هنلحظ معنى الحرمان امتى؟ ايه اللي منعك تفتح المصحف؟ مفيش حاجه منعاك الا انه تخلف عنك التوفيق، الا انك محروم. طب يا ابني هتفضل في الحرمان ده يعني؟ ولا انت مستني الحرمان ده يرفع لوحده كده؟ يعني النهارده نايم محروم، بكره هقوم متعرض للنفحات والرحمات. بايه؟ ما هو يا جماعه ماذا قال الله عز وجل؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. الايه نزلت في الجهاد خاصه، لكن تصلح في كل طاعه. انت لو اردت النفحات والرحمات لاعددت لها العده. لو أردت أن تكون من القائمين في رمضان لأعددت لذلك العدة. اتدرب قبل رمضان، يعني المعنى اللي قلناه وهنجيله بالتفصيل بعد شوية إن شاء الله. لو أردت أن تكون في قوافل الصائمين الصوم المقبول في رمضان، ما هو الصوم عند الفقهاء ماشي إنك تمتنع عن الإيه؟ الطعام والشراب والشهوة من الفجر لغاية المغرب. لكن من منا طاعته تقبل؟ يعني من لم يترك ايه؟ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ده يجي يوم القيامة نقول له ايه؟ يعني سقط الفرض. نعم، يعني لا تطالب يوم يتقال لك انت ما صمتش رمضان، انما هل حصلت الثواب؟ دي مسألة كبيرة جدا. هل قبل لك الصوم؟ مسألة كبيرة جدا. ما هو انت لو رمضان دخل عليك وانت زي ما انت مش ما اقدرش اقول لا نتألى على الله، من يقبل له ومن لا يقبل الله اعلم، لكن على الاقل خاف على نفسك يا ابني، خاف على نفسك. فانت علاقاتك المحرمه هتقطعها قبل رمضان، وده هنجيله في الترك. ليه؟ ما اصل انا مش حمل ان النفحه اللي في العام اخسر فيها. يا ريت اطلع مكيت. انتوا عارفين التاجر لو طلع من الموسم مكيت؟ عارفين ايه مكيت الاول ولا مش عارفين؟ يعني لا كسبان ولا خسران. مكيت يعني ايه؟ طالع لا كسبان ولا خسران، يبقى خسران. التاجر لو طلع من الموسم مكيت يبقى خسران وخساره كبيره.
ليه؟ يقول لك ده الموسم اللي في السنه، ده انا مش بس داخل اكسب، ده انا داخل اكسب مكسب ما بكسبوش طول السنه، اطلع مكيت. تخيلوا بقى انه طالع من الموسم خسران بايه؟ بانه ما اعدش العده اللي هي العده توبه وافتقار، افعل اترك، هنجيلها كمان شويه. يبقى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، وبعدين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انت هتفتح مصحف؟ لا لا لا، اقعد فين بقى؟ اقعد على الفوازير، اقعد على المقالب، اقعد على المسلسلات، مع القاعدين، اقعد مع جملة القاعدين. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. اهو يا جماعة الحرمان، التثبيط. المصحف قدامك، التطبيق في الموبايل، ما وراكش حاجة وعاوز تقرأ قرآن، عاوز، وايديك ما تتمدش على المصحف، ايديك تتمد عشان تفتح التطبيق تلاقي نفسك دخلت اتسحلت في الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. يا جماعه اللي انا بقول ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ليه؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين على الفيسبوك، اقعدوا مع القاعدين على الانستجرام، اقعدوا مع القاعدين على التيك توك، اقعدوا مع القاعدين. فدي محتاجه ايه؟ توبه. ما احنا يا جماعه الله عز وجل هو العدل ولا يظلم مثقال ذره جل وعلا، فلما يثبطك ويقعدك مع القاعدين اعرف ان هذا عدل منه. ولا ظلمك؟ انت تستاهل ده، انت وانا نستاهل ده، بل خد المفاجأة، احنا انا وانتو نستاهل اكتر من ده. ده في القرآن ولا لا؟ ايه قال يا ربنا في القرآن في المعنى ده؟ ويعفو عن كثير. يعني الله عز وجل كل اللي احنا فيه ده بما كسبت ايدينا، بس لا والله ويعفو عن كثير، فاحنا نستاهل. طب احنا مش عاوزين نبقى نستاهل ده، عاوزين نخرج من هذا الحيز من الخذلان والحرمان والتثبيط بايه؟ هننام النهارده مثبطين ومحرومين ومخذولين ونصبح متعرضين للنفحات، هتيجي منين؟ يبقى لازم ناخد احنا خطوه. لو خدنا خطوه واحده ابشروا بقى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ايه؟ عبدي بشبر، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله، فابشروا. لكن ناخد الخطوه، اول خطوه تفك القيود اللي منعك. ما انت يا جماعه لو انت قاعد متكتف وبنقول لك انت عندك ماراثون، عندك سباق، اول خطوه تعمل ايه؟ فك القيود. اول خطوه ده اللي احنا بنعمله بايه؟ بالتوبه. يبقى احنا لما نيجي نقول لك توب قبل رمضان، احنا ده مش كلام دباجه ولا كلام اللي هو عادي، ما احنا كل مره بنسمع عن التوبه، كل درس عن التوبه. لا، هو التوبه لها تعلق برمضان، او ان شئت فقل لها تعلق بمواسم الخيرات والنفحات. ايه علاقتها؟ انك يا ابني لو ما تبتش فانت مقيد، فانت محروم، فانت مخذول، فانت مثبط. ده معناه ايه؟ مش هتلاقي طاعه ولا عباده، مش هتعرف تعمل ده. قم ففك وثاقك بايه؟ بتوبه. طيب انت ليه خليتها توبه وافتقار؟ علشان مش هتعرف تتوب غير بيه جل وعلا، مش هتعرف، ومش هتعرف تعمل اي حاجه من اللي جاي غير بيه جل وعلا. ولذلك كان كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله، فلا تحول عن معصيه ولا قوه في جلب طاعه الا به جل وعلا. مفتاح من مفاتيح الجنه. فتوبه وافتقار. ساعتها قلت لكم ايه؟ اكتبوها توبه وافتقار، اكتبوها افتقار وتوبه. مش مهم. ليه مش مهم؟ هو ايه اللي يجي قبل ايه يا جماعه؟
يعني ايه اللي يجي قبل ايه؟ التوبه تيجي وبعدين تيجي معونه ربنا، ولا معونه ربنا الاول وبعدين تيجي التوبه؟ ايه رايكم؟ هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين كده، ما لهمش مين بيجي قبل ايه. خلاص؟ يعني لو انا سالتك دلوقتي انت عشان تتوب هتعرف تتوب بحولك وقوتك ولا محتاج معونه من ربنا؟ محتاج معونه، فمحتاج افتقار له. طب لو جيت سالتك السؤال بشكل تاني، هو انت عشان تكون معرض لتلك المعونه، تكون مستحق لتلك المعونه، محتاج لايه؟ لتوبه. طب ايه اللي هيجي قبل ايه؟ ما فيهاش، امشي الاثنين مع بعض كده، امشي الاثنين مع بعض. عشان كده يا جماعه وجوبا في اليوم والليله 17 مره، وعدد بقى لا يحصى من الاستحباب انك تقول اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد ولن نعبدك يا رب الا بك، فاياك نستعين، يعني نستعينك على تلك العباده. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يبقى احنا يا جماعه افتقار وتوبه. توبه ليه؟ اديكوا عرفتوا ليه. من ايه بقى؟ من البلاوي اللي احنا فيها، اللي واقعين فيها كلنا. لا يا شيخ انت ما تعرفش، انا الحمد لله مش محتاج توبه. انت محتاج، انت اول واحد بقى محتاج توبه. اللي بيقول ده محتاج توبه من الايه؟ من الغفله. ما انت كونك فاكر نفسك مش محتاج توبه، تبقى انت لا انت عارف نفسك ولا تعرف ربك جل وعلا وحقوقه عليك، فتوب من دول اصلا، من الغفله التي نحن فيها السامع والمتكلم. طيب يبقى نعمل ايه؟ احنا عاوزين حاجات عمليه، احنا مش جايين. يبقى توبه وافتقار. يبقى النهارده، من النهارده في توبه عن المعاصي اللي احنا بنعملها. يعني ايه توبه؟ يعني هنقلع يعني مش هنعمل تاني المعصيه، ما انا هرجع اعملها بكره، توب تاني بكره. وانت بتوب بكره تبقى ندمان وعازم انك هتقلع وانك مش هتعود. بس يا شيخ ما انا هقع فيها بعد بكره، تتوب بعد بكره. انا ما بهزرش. الذنب تلحقه بتوبه فورا. طب انا بصراحه بعد ما بعمل الذنب انا مبسوط، فانا ازاي اجيب الندم؟ مثل نفسك كانك مت اللحظه، مت الان، وبعثت على ذلك الذنب ووقفت بين يدي الله عز وجل وانت على تلك الحال، هتلاقي نفسك ندمت على طول. توبه. وعشان نتوب نفتقر لله عز وجل. يبقى عندنا ورد من لا حول ولا قوه الا بالله. ورد، انا ده كلام عملي، ها. ورد يعني من النهارده لغايه ما رمضان يجي ان شاء الله نثبت رقم كده. ربنا ينصر واحد يقول بدعه بس عشان مش بدعه ولا حاجه. ايه عاوزين كم مره؟ 100,000 عشان من في اوراد تانية، مش عاوزين برضو نضيق عليكم. كام مره؟ قولوا، اللي هيقول حاجه هنثبتها خلاص. 1000 ماشي. 100 بدايه ماشي زي بعض. يبقى 100 كل يوم لا حول ولا قوه الا بالله، ولناحيه اليمين، و1000 ناحيه الشمال. المهم يبقى ليك ورد لا حول ولا قوه الا بالله، ترجو بذلك. اولا ده كنز من كنوز الجنه اولا، وذكر يعني بتثاب عليه، وفيه معنى. المعنى بقى اللي احنا عاوزين نحصله ان ربنا سبحانه وتعالى يحولك عن تلك الحال الرديئه ويعطيك القوه على تلك الحال الحسنه التي تريدها. فانت خلاص عرفت ان ده مش بحد غير بربنا. والدعاء الاخر اللي قلناه، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، ادعو به. عاوز تخليه ورد، خليه. عاوز تكثر منه في سجودك وانت بتدعي ربنا بالدعاء ده، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، ترجو بذلك الخير الذي يكون في تلك الايام، في ايام رمضان. ما هو يا جماعه خاب وخسر من ادرك رمضان فلم يغفر له. قل امين. قلت امين. اولا الدعاء ده يستجاب ولا ما يستجابش؟ مين اللي بيدعي؟ جبريل. ومين اللي بيؤمن؟ النبي عليه الصلاه والسلام. دعاء زي ده عندك احتمال انه لا يجاب؟ طيب يبقى ده اول حاجه، يبقى اكيد هيجاب. طيب هو سيدنا جبريل هيدعو بدعاء ويؤمن عليه النبي وهو دعاء عبث لا وجود له؟ حاشاهم. يبقى اذا في ناس هيجي عليها رمضان ويخرج ولم يغفر لها. ما هو سيدنا جبريل مش هينزل يقول له ايه؟ خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له، قل امين. فيقول وتحصل قصه وهو في الاخر كل الناس فايزه وكل الناس اكيد في ناس كده.